جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. جزا الله خيرا الشيخ مزمل على هذه الكلمة الطيبة فيما يتعلق بوفاة هذا الدكتور الهالك حسن الترابي. وأضيف إن شاء الله بعض الأمور المهمة، وهي إنه كثير من الناس تأخذهم العاطفة، ودي عندنا عادة عند كثير من السودانيين. الزول مات، فهمت كلامي؟ مات. لو فرعون أنا متأكد مات في البلد دي بيفرشوا عليه. أنت عارف قبل فترة فارشين على بتاع البنجو ذاك اسمه منو؟ اللي بيشرب البنجو بوب مارلي، فارشين عليه في الدم. والله شايلين الفاتحة في الدم هنا ده، فارشين عليه بوب مارلي، والناس بيعزوا داخلين ومارقين. الناس ما أخذاهم العاطفة فيترحموا على كل أحد. ونحن عندنا حتى إيداهور بتاع المريخ ذاك، واحد جابوه بيتكلم في التلفزيون. إيداهور ده نصراني، واحد بيتكلم في التلفزيون قال ذكرني موت إيداهور وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يا ناس، إيداهور ده نصراني كافر. شوف الشعب السوداني عنده عاطفة زائدة غير مرشدة وغير منضبطة بالشرع. أولا يا أخواننا نقول نحن بنترحم على منو وما بنترحم على منو، دي مضبوطة بالشريعة، مش بالمزاج، بالشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام عنده عمه عديل أخو أبوه أبو طالب، وكان طيلة حياته يدافع عنه، وما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم أذى بالغا إلا بعد وفاة أبي طالب. أول ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وعده، قال لا أستغفرن لك، ومات على الشرك، قال لا أستغفرن لك. نزلت الآية في سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي غربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما بدوز قال الاستغفار له. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستغفار على عمه أبو طالب. أنت ترابي عمك؟ ترك الاستغفار على عمه أبي طالب. الصلاة على المنافقين ربنا نزل عليه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال له ما تصلي عليهم، ما تصلي عليهم. فهمت كلامي؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: وكل من ثبت له أن الرجل مات على الردة وعلى غير الإسلام لا يجوز له الترحم عليه. انت عارف ده حكم شرعي، حكم شرعي. لأنه انت عارف، أنا تكلمت أمس كلمة بسيطة جدا في مكالمة هاتفية مع واحد من الإخوة ونشروها، الدنيا كلها قابلتني. يا أخي محل ما مش، يا أخي معقول يا أخي، لا إحنا عارفين إنه الترابي لكن بالراحة يا أخي، ما ممكن يا أخي زول مات. واحد قال لا يا زول لسه ما دخلوا القبر أنت بتنبس فيه. يا أخي أنا مالي ماله يا أخي. أنا قلت له وأنكر عذاب القبر، أنا قلت له وأنكر نزول المسيح وأشراط الساعة وليلة القدر أنكرها. دي مزمل ما قالها، أنكر ليلة القدر. قال ليلة القدر دي كانت زمان، ناس كانوا بيتحروها زمان، يقوموا يقيموا الليل ويدعوا وكده زمان. قال لسه ما في. سدرة المنتهى ما في. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما في. قال صلاة على النبي، قال ما في. سعي بين الصفا والمروة قال جاري. أنا حضرت المحاضرة، كنت طالب في جامعة الخرطوم، كنت طالب في جامعة الخرطوم الزمن ذاك في الميدان الغربي، كنا حاضرين. والمحاضرة الطلبة قايلين إنه جاي يجدد الفكر الإسلامي، هم قايلين كده وقايلين الإسلام فكر، والناس قايلة داير يدعوا للإسلام. الزول ده جفرتك الدين، أنكروا منا الصلاة، طعن في الصلاة، وطعن في أشراط الساعة، وطعن في السنة النبوية، وفي مجموعة كبيرة. أنت عارف الطلبة بيبكوا، والله واحد يبكي عديل كده ده بدموعه من الكلام اللي قاله الترابي. فهمتني؟ عشان كده يا اخوانا المسألة مضبوطة بالشريعة الإسلامية، ما مضبوطة سايبة المزاج. يا والله مات يا اخي ورقة، تخيل دفنوه في القبر حفرة مظلمة جوا، ظلام شديد. أنا يا ناس وي ما ظلام ولا ما ظلام. لو كان أبوك مات على هذه الضلالات وحكم عليه العلماء، ما تقول لي كفرته خلاص. ما نحن وي أنا ما كفرته، كفر علماء كبار جدا. دكتور محمد أمان الجامي ده عالم كان من أكبر العلماء على وجه الأرض رحمه الله تعالى. والآن الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري من أكبر العلماء في المملكة العربية السعودية، حكم عليه بالكفر وبالردة عن الإسلام. والشيخ مقبل قال ينبغي أن يجدد إسلامه.
يجدد اسلامه، يسلم من جديد. يا اخواننا ما ممكن اسلام ما ممكن يكون الاسلام زكاه ما فيه، والصلاه تسليم ما فيها، فهمت كلامي؟ واشراط الساعه كت ما في، وسنه بتاعت النبي في، وحديث الذبابه لما سالنا منه الله يبارك معي حديث الذبابه قال مشيت اوروبا سالوني الذبابه، امريكا الذبابه، قال انقسم الناس الى ذبابيون ولا ذبابيين، اثنين الناس بتاعين ذبابه واحدين ما بتاعين ذبابه، يا ناس كلوها، قال كلوها مشويه. قال شوف الاستهزاء والاستهتار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الطب، والسيده عائشه اعلم منه بالطب، قال اعلم منه، وقال انا اعلم من النبي، زي ما حكى عنه الدكتور جعفر الشيخ ادريس زميله اخو مسلم معه في محاضره اسمها فرفر الدجال. قال الترابي قال لنا انا اعلم من النبي، وعديل في ذول اعلم من النبي محمد عليه الصلاه والسلام. وبعد ده جماعه الشعب السوداني مسكين مخدوع، يجي يقول لك الترابي مفكر والترابي مجدد والترابي قدم للشعب السوداني. شنو اللي قدمه للشعب السوداني؟ خليك في الدين. شنو قدمه للشعب السوداني؟ كل البلاوي العرقيه الان اللي ضربت باطنابها ومزقت اقليم دارفور ومزقت اقليم كان اغلب من حفظه القران ومن اهل الدين. اقليم دارفور مزقوا العرقيه دي. نشرها منو النشر؟ منو اللي اجج ناره؟ منو اللي اشعل الحرب في دارفور وفي كردفان وفي النيل الازرق؟ منو غير الترابي؟ منو فرتق البلد غير الترابي؟ فهمت كلامي ده؟ عشان كده تعرف الرجل ده اللي قدمه في الدين واللي قدمه في الدنيا ما قدم الا السوء والا الشر. ونحن ما عندنا شغله مع ذول، بنقول الاحكام الشرعيه. انت لو دار تناقشنا بعلم حبابك 10، داير تكورك ما عندنا معك شغله، داير تعمل حركات ثانيه نحن جاهزين لاي حاجه. اعرف المعلومه دي، قسمت بالله الذي لا اله غيره، نحن جاهزين لاي زول يعمل اي حاجه. ما ممكن انا اجاملك واقول لك الترابي مفكر اسلامي ولا عالم بيقدم دين. ما قدم دين، انما قدم فكر منحرف ما عنده علاقه مع الاسلام. ده هنا صاحبه وزميله طارق السويدان في الجريده. طارق السويدان قال رحمه الله تعالى على الشيخ العلامه الدكتور حسن الترابي. بالله يا سلام عليك تترحم على زول زي ده؟ ده ما زيه. طارق السويدان ما قال انا قال ما عندي مشكله اعترض على الشريعه الاسلاميه، ما عندي مشكله اعترض على الرسول، ما عندي مشكله اعترض على الله. قال ده بعتبره من الحريه في الفكر الديني. ده السويدان مش على شاكرة الترابي كلهم، وشيخهم واحد هو سيد قطب. كويس؟ قال وجمعنا به في الفردوس الاعلى ورفعه عنده في عليين مع الانبياء والصديقين والشهداء. الانبياء والصديقين ياتوا، الانبياء اللي بيستهزأ بهم الترابي، اللي بيستهزأ بهم الترابي اجمعوا معهم. الصديقين ياتوا اللي بيستهزأ بهم الترابي. قال ابو هريره، انا حاضر دي محاضره في جامعه الخرطوم كليه العلوم الرياضيه سكول. الترابي قال ابو هريره لو جاب حديث قال لابد نعاين عنده فيه مصلحه ولا ما عنده، لو عنده فيه مصلحه ما بناخذ به. ابو هريره رضي الله عنه يجيب حديث عشان مصلحته، ده مش طعن في الصحابه. قال البخاري بتاعكم ده، البخاري بتاعكم ده، قال البخاري بتاعكم، وابن عمر بتاعكم ده، ابن عمر صحابي جليل، ابن عمر بتاعكم. وده السويدان هنا بيجي بيقول لك يحشرنا مع الصديقين، صديقين ناس ابن عمر وابو هريره ديل، قال يحشروا معاهم. هو بيستهزأ بهم، استهزأ بسنه النبي عليه الصلاه والسلام. واولاده الان المؤتمر الشعبي اللي اتكلم عنه مزمل ديل اللي جو في جامعه السودان، والمتحدث بتاعهم اول ما بدا كلامه قال الحمد لله والصلاه والسلام على ذلك الكاهن الشاعر، ولا اصلي عليه لانه نبي ولكن لان الله امرني بذلك. ديل الرباوي والترابي زول بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم الشاعر الكاهن، وانت تاني تقول لي لا معلش اترحم عليه وده الناس كويسين. وقدم وين اللي قدمه؟ قدم مجموعه من السفهاء والصعاليق من الشعبيين اللي بيجوا في الجامعات قالوا ما في حاجه اسمها صحابه. ده قبل ايام في جامعه السودان قالوا ما في حاجه اسمها صحابه، كلهم ما في قالوا في اثنين بس ابو بكر وعمر، باقي ما صحابه. دل اصحاب الفكر الاسلامي، وده الدين الدار يقدموه. لعنه الله على الترابي تترى، لعنه الله عليه والملائكه والناس اجمعين على الترابي، لانه مات على الكفر والزندقه. واي ذول عنده كلام في راسه، عنده اي فهم في راسه، ده خليه يقابلنا. والسلام عليكم ورحمه الله.